3 حاجات لو بدأت تتعلمهم النهارده تجيب منهم دخل ثابت وبالدولار وأنت قاعد في أوضتك في البيت. رقم 1 وهو كتابة المحتوى، يعني تكون بتعرف تكتب posts، تكون بتعرف تكتب مقالات أو blogs على المواقع لو للشركات، أو إنك تكون بتعمل سكريبتات للفيديوهات إذا كانت يوتيوب، ريلز، تيك توك. ممكن تاخد من 10 ل20 دولار على البيس أو القطعة الواحدة، وفي ناس كتير أوي بتعمل من 1000 ل1500 دولار في الشهر من كتابة المحتوى بس. تاني حاجة وهي إن أنت تتعلم تعمل لاندنج بيجز أو صفحات بيع بسيطة، بمعنى صفحة الشركات تعرض عليها المنتج بتاعها أو الخدمات اللي بتقدمها، أنت تكون بتصمم لهم الصفحة دي أو الكونتنت أو المحتوى اللي موجود جوه الصفحة دي. الكلام ده بيبدأ من 75 دولار وبيوصل مع الوقت ل200 و300 دولار للصفحة الواحدة بس. فلو عملت صفحتين أو أكتر في الأسبوع فده معناه إن أنت عديت ال1000 دولار كده كده. تالت حاجة وهي التسويق بالعمولة أو الأفيليت ماركتنج، بمعنى إن أنت تسوق منتج مش بتاعك على يوديمي أو أمازون أو هوت مارت، وأول شهر مثلا ممكن تعمل من 50 ل100 دولار وبعدها من 300 ل1000 كل شهر. الخلاصة إن أنت مش لازم تبقى خبير، بس لازم تبدأ. الدخل بالدولار يا جماعة دلوقتي مش حلم، هو قرار إنك تتعلم حاجة الناس مستعدة تدفع فيها فلوس. لو عايزين تعرفوا إيه المواقع اللي ممكن تقدموا من خلالها أو تلاقوا عليها الفرص دي اكتبوا لي في الكومنتس.